السلام عليكم خوتي، تحية للجميع وتحية لكل أبناء الشعب الجزائري. نحب نسمعكم في هذا الفيديو أسرار اللي تنكشف يوما بعد يوم في الصحراء الغربية، فاهم؟ وكم شايفين نخليكم تستمعوا أول الفيديو ثم نعاود نستمعوا مرة ثانية، فاهم؟ مدينة السمارة. أنا كان كيسحبني غير مخيمات ديال الحرب، وكنعرف مخيمات تندوف. أنا عمرني ما يسحبني خوتنا المغاربة مازالين عايشين في المخيمات بلا الصرف الصحي، بلا الضوء، بلا الماء، كيسقيو الماء وما عندهم حتى شي مرفق عمومي، عايشين بحال لاجئين حروب. فشنو هي قصتهم؟ إخواننا في مخيمات الوحدة هي ساكنة تقدر ب80,000 نسمة، شي 30,000 منهم منحدرين من إقليم شيشاوة وإقليم الرحامنة باعتبارها فخدة صحراوية. في يامات الحسن الثاني كان بغا يدير الاستفتاء، هاد الناس جمعهم دريس البصري وداهم تما على أساس غيشاركوا في الاستفتاء وغيساهموا في شهادة حق. ملي الحسن الثاني تراجع على الاستفتاء، هاد الناس بقاو تما هم ضحايا ديال الدولة. 32 سنة عايشين في الديور ديال الطوب، ملي كتنزل الشتا كيعوموا في الغيس، كيريبوا عليهم دوك الديور. كاين اللي كيتوفى، لا شارع لا جرده لا مسبح. تخيلوا الاطفال تما كي دايره حالتهم، ما كاين تما لا خدمه لا ردمه. وين كتعطيه لهم الدوله؟ لان الا ما عطاتهمش ما ياكلوا، ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم ما يشربوا، ما كاينه خدمه، ما كاين فلوس. بين 2007 و 2008 تفرقوا في الاقاليم الجنوبيه بعض البقاع باش يتبنوا فيهم ديور والناس يخرجوا من الكريانات، بحال المخزن كيدير هنايا في سلا او في تماره او في اي بلاصه مازالين فيها البراك والكريانات. كلشي في الاقاليم الجنوبيه استفاد الا هاد الناس ديال مخيمات الوحده. كيف ما شفتوا الحاله اللي هما عايشين فيها، حتى التموين ولا كيتسرق ليهم. بين الكاميو ما كيخرج من القشله ديال العسكر، على ما كيوصل للساكنه، ملي كيدوز من بين ايدي الاعيان والمنتخبين كيطرا فيه العجب والجرائم. التموين كيتبدل وكيتحط جوده خايبه كتخاد جوده زوينه، كيتنقص من الكميه ديالو او كاين اللي كيتخاد بالكليه. والساكنه صيفطات لي على حساب الميساجات ديالها هذا الشيء بعلم عالم الاقليم حمدي النعيمي والمنتخبين، اللي شي بعضين منهم وشي موظفين تما ولاو مليارديرات بالتجاره في المؤونه وفي التغذيه. كاين اللي كيدير مع الحوانت يمشي يبيعوا لهم بالجمله، كاين اللي كل 10 ايام كيعطيه المهربين كيبيعوه في الداخل، كاين اللي كيتباع في تندوف. إضافة إلى سرقة أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتجارة في البطائق ديال الإنعاش أو كيف ما كيسميوهم الصحراوية الكارتيات، كياخذوا شهادة الزكيات وكيعمروها بأسماء زائفة ما كايناش في دوك المخيمات باش الجيش ديالنا يصيفط المؤونة والتخاد. قليل مرات هادشي فين وصل البرلمان وعمر ما دار ليهم شي حل. الشكايات كيديروها مرارا وتكرارا وتختفي بين عشية وضحاها، واللي هضر تما كيتلفقوا ليه تهم الانفصال. غنبداو. سمعتوا الفيديو. هذو ناس في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية اللي نزلهم الحسن الثاني أيام كان إدريس البصري. جابوهم من الشمال وجابوهم من أماكن عدة وسكنوهم داخل هذه المناطق في الصحراء الغربية المحتلة على أساس أنهم يدخلوهم في لائحة تاع الانتخابات، فاهم؟ لأنه كانوا الحسن الثاني اعترف بأن القضية تصفية استعمار ولن تحل هذه القضية إلا بإجراء استفتاء إعطاء تقرير المصير للشعب الصحراوي أن يختار، فاهم؟ ونزلوا هذو الناس هذو حبوا يدخلوهم في القائمة تاع الانتخابات ويسجلوهم على أساس أنهم صحراويين، فصور هذو الناس بقاو يعيشوا في الكريالات تقريبا حوالي الآن 32 سنة وهما مرميين في البرارك في بيوت الصفيح، لا شغل ولا صحة ولا تعليم ولا أي شيء. عبارة عن شعب تأخذ شعب وترميه في صحراء، كأنهم هذو الناس أصبحوا
شبه أنهم بدون، مثل البدون اللي موجودين في الكويت وغيرها، بالك اللي موجودين في الكويت أحسن، عايشين أحسن. فهذو رماوهم تما ومخلينهم للعذاب ومخلينهم للحرارة والبرد والعقارب والأفاعي وغيرها وغيرها تنهش فيهم إلى اليوم. ويجيوك تشوفوا الصور، يقول لك العيون، مدينة العيون، ويوريك الصور ويوريك الشارع ويوريك هذه أنها جنة، فاهم، حاسبين أنه هذه العيون جنة. أما هذه الأماكن ما يتكلموش عليها أبدا وما يوريوهاش في الإعلام ديالهم وما يوريوهاش الصحافة تتحدث عليها أبدا، كل شيء سري. وانتم عارفين بأن المناطق المحتلة في الصحراء الغربية فيه تعتيم إعلامي وما يسمحوش لأي صحافة تدخل للمناطق هذيك إلا بتسريح من المخابرات، فاهم، باش تعرفوا هذه واضح الأمر 100%. لا سواء حتى الصحافة ديالهم ما يسمحوا لهمش باش يدخلوا، فاهم، إلا أماكن معينة يحددوها لهم المخابرات، فاهم. وأما بالنسبة للأجانب ممنوع يدخلوها، يديروا استجواب مع الشعب ويدوروا ويصوروا، ممنوع. ويجيوا هذو اللي راكم تشوفوا ينشروا في الصور العيون مدينة جميلة ومش عارف، ويتغنوا والصحراء والبنية التحتية في الصحراء والكذب وعمروا ريسان العياشة هذا خدروا ريسان العياشة بالكذب والترعات. هذا هو المخزن باش تعرفوا الخبث. هذه مغربية وتصرح بالحقيقة اللي موجودة داخل أقاليم الصحراء المحتلة، الصحراء الغربية. في أيضا نقطة أخرى اللي يقول لك فيما يخص قضية سبتة ومليلية بالنسبة للجزائريين، مرارا وتكرارا نقولها، اللي هم يطلعوا في اللايفات ويتحدثوا مع مغاربة، إذا ما عندكش ثقافة ولا درست ولا تعلمت ولا مش عارف بحثت عن قضية سبتة ومليلية، ما تروحش تطلع وتبدا غير تتكلم وما عندك حتى دليل وما عندك حتى حجة وما تقدر تقنع حتى حمار، بكل صراحة، مش باش تقنع عياشي. هو ما بالك بالعياشي، العياشي راهو يفوت الحمار، فاهم، باش تقنعه، فهمتني. واضح الأمر أنه هذه سبتة ومليلية أصلا كانت محتلة برتغالية، وباتفاقية تنازلت البرتغال لإسبانيا وخذتها إسبانيا، راي تقريبا 500 سنة، فاهم، من الآن، فاهم. وأنه جاو السعديين، لما جاو السعديين أبرموا مع إسبانيا ترسيم الحدود ديالها، فاهم. وتالوا من بعدهم العلويين نفس الشيء، وكل ما يجي ملك بما فيهم الحسن تاني يتنازلوا يتنازلوا يتنازلوا، حتى هذاكم شفتوا تنازل على سبتة ومليلية. أما الناس اللي يقول لك حنا حابين نحروها العياشة والجزائر والجزائر جات ضدنا وكذا وكذا، ما تكذبوش على الناس وما تقولوش بأنه المملكة المخزنية رافعة دعوة في الأمم المتحدة، كذب، أو حاطة ملف في الأمم المتحدة، كذب. روحوا ادخلوا السيت تاع الأمم المتحدة تلقاو الأقاليم متنازع عليها، إلى تلقاو سبتة ومليلية هذه ما فيش. معناتها أنتم الدولة ديالكم ما تكلمتش عليها وما قالتش أنه سبتة ومليلية أرض مغربية، كيف أنه الجزائر تحبها تجي تتكلم مكانكم وتقول أنه سبتة ومليلية هي أرض مغربية. أنتم الحكومة ديالكم والملك ديالكم وكله ما قالوش أنها أرض مغربية، وصرحوا وراحوا للأمم المتحدة وفتحوا ملف. أنتم ما تعترفوش بها أنها أرض مغربية ما عدا الشعب فقط، أما بالنسبة للسلطة ما تعترفش بهذا الشيء هذا. كيف تحبوا الجزائر باش تصرح وتقول أنه هذه المدينتين أرض مغربية؟ خريب، أنتم شوية مراض نقول، أظن أنا فهمتكم، فاهم، ما عندكمش عقول ثابتة في الحق بكل صراحة. لهذا الجزائر تنتظر منكم وتنتظر من الدولة المعنية أصلا أن تتكلم على سبتة ومليلية وتقول أنه هذه أرض مغربية.
وتعترف هي بنفسها أنه هذه الأرض تابعة لها، يومتها الجزائر باش تقدر تقول أنه تساند الموقف هذا. أنتم ما عندكمش موقف، هذا ما عندكمش موقف يقول بأنه سبتة ومليلية تابعة للمغرب من ناحية قانونية تاع، من ناحية السلطة ديالكم ما تقولش هذا الشيء هذا. كيف باش تحبوا الجزائر باش تساندكم في القضية هذه؟ قالك الجزائر جات، ما جاتش الجزائر، كذب. احتلوا يوم احتليتوا خذيتوا جزيرة ليلى، جات إسبانيا طردتكم منها، والجزائر صرحت التصريح تاعها أنه لا يمكن للمغرب أن يستعمل هذا الأسلوب هذا. أول حاجة تحب تاخذ أرضك كاين الأمم المتحدة، روح حط الملف ديالك في الأمم المتحدة وابدأ المفاوضات معاهم، فاهم؟ هذه هي. أما باش تاخذها بالطريقة هذيك اللي حاب أنت تاخذها، وهما محتلين راهم عندهم 5 قرون، هذا من المستحيل يا أخي. وزيد أنه سبتة ومليلية فيها شعب، لا يمكن أنكم تتجاوزوا هذا الشعب الموجود عايش في سبتة ومليلية. كيف الجزائر باش تأيدكم إلا شرط إذا حطيتوا فعلا ملف الأمم المتحدة واعترفتم بأنها أرضها، هنايا الجزائر تقدر تأيدكم في القضية هذه وتقدر توقف معاكم وتجي معاكم. ما تجيش مع إسبانيا وهي آخرتها كلها النزاع يروح إلى قضية استفتاء. الشعب الموجود في سبتة ومليلية يعطوا له حق تقرير مصير ديالو، هو يختار، يا إما يروح للمغرب، يا إما ياخذ الدولة ديالو ويدير دولة ديالو، يا إما يبقى تابع لإسبانيا، يبقى هو حر. انتم ما بغيتوش تتحركوا على الصعيد الدبلوماسي، قاعدين تكذبوا على شعبكم. ويجوا العياشة هذو الأغبياء يجي يتكلموا هكاك، حطينا ملف. قال لك وين حطيتوا ملف؟ تكذبوا على الناس. وقضية هذه أنه التايوان، أنه الجزائر تأيد في التايوان، تأيد في تشاينا على تايوان. تايوان مش معترف بها من الأمم المتحدة ولا دولة معترفة بها. هاي حتى أمريكا مش معترفة بها. زيدوا زيد. وزيد أنه تايوان ما هيش قضية تصفية استعمار، هذا قضية استعمار الشعب. المخزن هذا لازم يدرسها لكم باش تفهموها. شوفوا الأحرار ديالكم اللي فاهمين وشنو هي تصفية استعمار، كلهم مغاربة، كلهم يجوا مع تقرير مصير الشعب الصحراوي ويطالبوا بالاستفتاء، لأنهم فهموا وشنو قضية تصفية استعمار. لما تحدث لي على الشيشان، ولا تحدث لي على كوسوفو، ولا تحدث لي على كاتالونيا، وتقول لي هذا علاش الجزائر ما تأيدش هذا؟ يا أخي الجزائر هذو ما تأيدهمش لأنهم ما همش تصفية استعمار. هذا الناس هذو الناس مثلا كاتالونيا عايشين مع الإسبان وكانوا دائما متحدين خاوة وعايشين، والآن حابين ينفصلوا. هذا يعتبر مشكل داخلي ديالهم، ما هوش تصفية استعمار. ما كانش دولة أجنبية تحتل هذيك الأرض ومن بعد لما خرجت من الأرض هذيك دخلت عليها إسبانيا، فهمتم؟ نفس الشيء بالنسبة كوسوفو كانوا عايشين جميع مع يوغوسلافيا وسربيا كلهم، وحبوا ينفصلوا الآن على سربيا. وهذا هو الخطأ، لأنه حابين ينفصلوا، لأنه كانوا زمان عايشين تحت عالم واحد وجمهورية واحدة وكل شيء واحد. هذا يعتبر أيضا مشكل داخلي، ما هوش تصفية استعمار. وحتى الشيشان أيضا. وزيد أنه تصفية الاستعمار واضحة. باش ترجعوا تفهموا وشنو تصفية استعمار، روحوا للائحة اللي دارتها الأمم المتحدة وعلنت فيها الدول اللي كانت خاضعة للاستعمار، ودارتها في اللائحة، من بينها الجزائر آنذاك، ومن بينها هذه قضية الصحراء الغربية، تلقاوها في المعلقة تاع تصفية الاستعمار. هنا باش تفهموا أن الجزائر تدافع إلا على القضية تاع تصفية الاستعمار، وآخر مستعمرة
في إفريقيا هي الصحراء الغربية. كل الدول اللي كانت أسمائهم واردة في اللائحة هذه خذاو كلهم الاستقلال، ودعمتهم الجزائر أيضا. حتى تيمور الشرقية أيضا كان اسمها في اللائحة ودعمتهم الجزائر، ورغم أندونيسيا كانت ساعدتنا في الثورة التحريرية، ورغم ذلك كان موقف الجزائر تصفية استعمار. معناتها ما قدروش نتراجعوا الموقف ديالنا، لازم نأيدوهم، وأيدنا تيمور الشرقية وخذاو استقلال ديالهم. داروا استفتاء والشعب هو يقرر مصيره، يحب ينضم إلى أندونيسيا أو يدير دولة ديالو، ودار دولة ديالو. معناتها ما تغلطوش شعبكم، لازم تفهموا لهم وشنو تصفية الاستعمار، وخليكم من الكذب، وخليكم من اللف والدوران، وخليكم من المصطلحات تاع انفصال وتاع الوحدة الترابية والشنشانات تاع المخزن هذيك، خليكم منها. على المخزن أن يفهم أولا شعبه وشنو هي تصفية الاستعمار، ولازم يوعي الشعب ديالو أولا، لأنه أنا نشوف فيه شعب هذا مستحمر، فاهم، وغبي حق لدرجة أنه يقول كلام ما يتقبلوش العقل، فاهم. وأكتفي بهذا القدر كفاية، والشكر والسلام عليكم خاوتي، تاكي باي.